الكوشة مش عجباني وعلى طول بعدها عايزاها مختلفة عن كل اللي اتعمل قبل كده. الجملة دي بسيطة في شكلها لكنها ممكن تقلب التخطيط كله رأسا على عقب. أهلا بيكم في الحلقة 10 من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، والنهاردة هنتكلم عن الكوشة، أيقونة أي فرح. الجملة دي بيقولها كل عريس أو عروسة في يوم من الأيام، والنهاردة هنفهم مع بعض ليه الكوشة أهم من مجرد كرسي وخلفية، وإزاي نعمل حاجة مختلفة من غير ما تبقى غريبة، وإزاي التوازن بين شخصية العروسة والمكان يخليها بصمة فريدة. خليكم معايا. ليه الكوشة مش مجرد شكل؟ لأن الكوشة مش ديكور والسلام، الكوشة هي المسرح الرئيسي للفرح. كل العيون بتركز هناك، أغلب الصور بتتاخد هناك، هي الخلفية اللي بتفضل في الألبوم والفيديو لسنين. عشان كده الطبيعي إن العروسة تدور على حاجة مميزة، حاجة مش معمولة قبل كده. خليني أحكي لكم. في مرة جات لي عروسة متحمسة جدا، قالت لي مختار أنا عايزة كوشة محدش عملها قبل كده. بدأت أوريها صور مختلفة، كل مرة تقول لي شفت دي قبل كده، لحد ما سألتها طب إيه اللي نفسك تحسيه وإنتي قاعدة في الكوشة؟ قالت لي أنا نفسي أحس إني قاعدة وسط حديقة بس جوه القاعة. وهنا جت الفكرة. عملنا خلفية عبارة عن جدار أخضر فيه ورد طبيعي موزع ببساطة، وإضاءات دافية بتدخل كده من ورا الخضرة، والكوشة بقت حديقة مصورة. والنتيجة إن العروسة أول ما دخلت دمعت من الفرحة، قالت لي هي دي اللي أنا كنت عايزاها بالظبط، هو ده اللي أنا كنت بدور عليه. وعلشان تكون مصمم أو تختاري كوشتك بحاجة كويسة، خليني أقولك إزاي نعمل كوشة مختلفة من غير ما تبقى غريبة. أول حاجة لازم نعرفها إن أنا لازم أبدأ بالشعور مش بالشكل. لازم أول حاجة العروسة تسأل نفسها أنا نفسي أحس بإيه وأنا قاعدة هناك، حاسة براحة، حاسة بفخامة، حاسة برومانسية. دي أول حاجة هي اللي بتديك الطابع ده. ونيجي لتاني حاجة، إن لازم التفاصيل الصغيرة تكون بتفرق. يعني نغير في توزيع الإضاءة، نغير في خامة ونحط خامة جديدة، نختار زاوية غير تقليدية للكوشة مثلا. تالت حاجة إن أنا لازم أربط الكوشة بباقي القاعة، فما ينفعش تبقى عالم مختلف عن اللي حواليها. لازم أحط السيم كامل بحيث إنه يبقى كله ماشي مع بعض. رابع حاجة إن أنا لازم أقلل بدل ما أكتر، يعني بخلي قطعة مميزة واحدة أقوى من زحمة ورد وخامات كتير. وخامس حاجة اللي هي نحاول إن احنا نجرب على برنامج زي سكتش أب، أو نرسم سكتش ورقي قبل التنفيذ، يعني علشان نتخيل المشهد هيبقى إزاي ونشوف المكان صح. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا واحدة كاملة بعنوان الكوشة أيقونة الفرح، بنتعلم فيها ازاي نصمم كوشة تليق بالعروسة، وازاي تليق بالمكان، وازاي تليق بالميزانية، وازاي تبقى ماشية مع احساس العروسة نفسها من غير ما تبقى تقليد ولا مبالغة. وفي نهاية الحلقة خليني اقولك ان الكوشة مش مجرد كرسي وخلفية. الكوشة هي التوقيع، هي البصمة اللي هتفضل في صورك وفيديوهاتك لسنين. فلو عايزة كوشة مختلفة، اسألي نفسك الأول نفسي أحس بإيه وأنا قاعدة هناك، ومن هنا تبدأ الفكرة الصح. أنا مختار، ودي كانت الحلقة 10 من على مزاج العروسة. استنوني الحلقة الجاية لما هنتكلم عن الجملة اللي بتخص أي منظم. مش عايزة صالة، عايزة فرح في مكان مفتوح، وهنشوف ازاي بنعمل الفرح الأوت دور، وممكن يبقى أسطورة أو مغامرة خطيرة. شاركوا الحلقة مع أي عروسة بتدور على فكرة مختلفة، وخليها تعرف إن الكوشة مش شكل، الكوشة إحساس.